وصلتنا اجابات العملاء بتوعنا في مصر. ها قالوا ايه؟ قالوا ان كل المعلومات اللي اداها لنا شوكت كانت صح 100%. يبقى لازم نبلغ حقيقي. مفيش مانع عشان نطمنه ونخليه يبدأ عملية تجنيد الضابط المصري شوكت فهمي. رسالة تل أبيب. بتقول ايه؟ معلومات عن شوكت. تقريها. كان ضابط بالقوات البحرية المصرية وتركها وتولى منصب قيادي في هيئة المينا. قدم استقالته من أيام قليلة بس، حيث افتتح شركة شوكت سي للخدمات البحرية. متجوز وله ولد وبنت. معروف إنه حاليا في جولة بالخارج لإنجاز أعمال للشركة. وبيقولوا في تل أبيب إنه ممكن البدء في إجراءات تجنيده. ونتيجة مراقبته هنا ايه؟ من يوم ما وصل يصحى الصبح، ينزل يفطر في الريستوران، بعد كده يخرج يزور شركات لخدمات البحرية، يرجع الظهر يتغدى في الريستوران، يطلع يستريح في اوضته شوية، وينزل بعد الظهر يتمشى، يعمل شوية شوبينج، يرجع بالليل يتعشى في الريستوران، يطلع اوضته يقعد يقرا في الفيراندا شوية، وبعد كده الساعة 11 ينام. اتصالاته التليفونية شكلها ايه؟ مفيش. بيتصل بالشركات اللي بيزورها، وبعد كده تليفونات من الشركات لتحديد مواعيد. كل يوم الصبح بيتصل ببيته في مصر وبيكلم مراته. بيشرب؟ لا. اخسر. بيصرف؟ ببذخ. برافو. التقارير بتقول ان هو عنده ولد وبنت. لما بيعمل شوبينج المراقبة بتاعتنا بتلاحظ ايه على مشترياته؟ انا فعلا ركزت على كده مع المراقبة. هم لاحظوا ان هو بيشتري هدوم لبنت وولد، وكمان هدوم لسيدة مقاس 14. ده شيء هايل. ده مطابق تماما للمعلومات اللي جات لنا عنه من مصر. طيب دلوقتي بقى نبدأ أول خطوة. هنعمل ايه؟ لا أنا جعان جدا. يلا نقوم نتغدى، والمرة دي برضو على حسابك. اهلا يا فندم. ازيك يا رمزي؟ الحمد لله. السيد رفعت هنا؟ ايوه يا فندم، اتفضل. اهلا 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 يا شوكت، وحشتني يا راجل. انت كمان وحشني قوي يا رفعت. مفاجأة هايلة، كان نفسي اشوفك واتكلم معاك. اديني جيت لك بنفسي. عملت ايه في طقم المراقبه بتاعهم؟ يعني طوحتهم بعيد عني. عملت ايه؟ كانوا 3 ورايا. رحت الواحد مش لابس ساعة وسألته الساعة كام، بس لزق له واحد من ال3. بعد كده رحت لست عجوزة سألتها عن عنوان، قالت لي ما اعرفش. لزق لها التاني. التالت بقى
خدت ورايا من شارع لشارع لشارع لحد ما مريت على محل لقيت واحد واقف لوحده، قلت له هاي، قال لي هاي. اخينا افتكروا تبعي لزق له. يعني دي لعبة بسيطة جدا ومحفوظة. السهل الممتنع طول عمرك. الله يخليك. اهلا. ازيك يا مختار؟ اهلا يا فندم. كده برضو سيادتك كشفت طقم الموساد في ثواني؟ الله، انت شفت؟ ما انا كنت مع الطقم اللي مأمن ساعتها. هيروحوا منه فين؟ شوف بقى يا رفعت. طيب، اي خدمه، انا بس كنت جاي اسلم على سيد شوكت. بعد اذنك. اتفضل. وانا كمان عند اذنكم. اتفضل. ما تنزلش يا رمزي، انا عايزك. حاضر يا فندم. الراجل ده احنا عندنا معلومات كتيرة عنه، بس لازم نتأكد منها. عايزين نعرف مفاتيح شخصيته. إنسان غريب، إنسان ذكي، بيحب إيه، بيكره إيه. كمان عايزين نعرف نقط ضعفه. الستات، الفلوس. المهم إن الحاجات دي كلها مش هنقدر نعرفها إلا عن طريق الاتصال الشخصي. انا اقدر اعمل ده. ايه ده؟ هو عجبك ولا ايه؟ احنا هنغير ولا ايه يا حريم؟ توماس، اوعي تنسي توماس. عمري ما نسيت. احنا بالشكل ده هنبعد عن الموضوع الاصلي. وصلتنا رسالة من شوكت عن طريق رمزي بيقول فيها انه محطوط اندر فول كنترول وانه سعيد قوي بكده. بس في حاجة أنا مش فاهمها. ايه هي؟ يحطوه أندر فول كنترول ليه؟ إلا إذا كانوا شاكين فيه. ويشكوا فيه ليه؟ إذا كان قدم لهم نفسه على إنه صاحب ومدير شركة أعمال بحرية وطالب التعاون معاهم. يعني عادي. والسؤال الأخير، إزاي الشك ده يفسر لصالحنا لدرجة إن شوكت يكون سعيد بيه؟ بالنسبة للشك فأسبابه ان الناس دي الشك من طبعها، خاصة ان المكان ده حقيقته غير مظهره. ده مكان بيعتبر نقطة انطلاق لأعمالهم السرية في الشرق الأوسط، وثبت ان أكبر راس فيه يهودي ومن قيادات الموساد، فالشك هنا طبيعي. وعلى فكرة يا فندم، ممكن اللي حصل مع شوكت يكون بيحصل مع أي حد عادي بيتعامل معاهم. يعني أي حد يقرب منهم يبقى أندر فول كنترول. صح. فما بالك بقى ان شوكت رايح يقول لهم انه اصلا كان في القوات البحريه ولحد وقت قريب كان بيشتغل في هيئه المينا. يا جماعة اللي قلته سبق إن أنا قلته، فاعذروني إذا كنت بكرره. الموساد قدامهم حاجة من الاتنين، يا يكشفوه فيبعدوه، يا يطمعوا إنهم يجندوه. أنا سبق ورديت على استفسارك ده بأن تجنيده هو المطلوب. وأظن سيادتك فاكر ردي برضو. إيه اللي يخلينا نحط راجل من رجالتنا في موقف زي ده؟ طبعا في أسباب، فهل جه الوقت إن احنا نعرف الأسباب دي؟ عشان يجند هو حد منهم. نعم يا فندم. لك حق، ما هو دي بداية الجزء التالي من الخطة اللي انتوا ما تعرفوهاش. التعليمات ان احنا نعرفها جزء بجزء حسب تعليمات الامن. وجهة نظر شوكت في الموضوع ده انه لو اقدم على تجنيد الشخص اللي هيختاره ممكن قوي ينكشف او يشك فيه، لانه الحقيقة ما فيش هناك غير سكرتيرة اسمها اوليفيا وموظف الامن الزنجي. ده بناء على معلومات العميل 710. حد من الاتنين دول هو المفيد للي احنا عايزينه. فكر شوكت وقال طب ما خليهم هم اللي يقدموا على الخطوة الأولى، أي الخطوة الصعبة، وبالشكل ده ممكن يحتكوا بيه ويحاولوا يجندوه. بالطريقة دي شوكت هيبقى قريب منهم ويقدر يدرسهم بدون ما يشكوا فيه.
هيدي يلا Kidak senane vos katandisa o vos pasito yali siragisa Kidak sistamatiamu to parapono yana tekisa seme sinapono la 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 agapimu Προκύκυλάει το δάκρυ μου αγάπη μου, αγάπη μου προκύκυλάει το δάκρυ μου Κοίταξε πως κύλησα τόσο χαμηλά και για σένα σέρνομαι στα λασπονερά Κοίταξε τα χείλη μου πως μαράστηκαν Έρθηκες και γύρω μου όλα χάθηκαν Λα 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 Αγάπη μου, αγάπη μου βροχή κυλάει το δάκρυ μου Αγάπη μου, αγάπη μου βροχή κυλάει το δάκρυ μου مستر شوكت مستر شوكت فهمي مش كده؟ تمام. حضرتك مش فاكرني؟ لا فاكرك طبعا. لا بيتهيألي انك نسيتني. مش ممكن انساكي، بس ما حبيتش اتطفل وافرض عليك الكلام معايا. هتقولي اخلاق رجل الشرقي مش كده؟ اه طبعا. امال ليه اديتني احساس انك نسيتني؟ مش ممكن انسى ست في جمالك. تصبح على خير. وانت من اهلي؟ مستر شوكت. ايوه. هو حضرتك ساكن في الدور ده؟ ايوه. ياه انا في الاوضه اللي جنبك على طول. اصل انا سكنت النهارده بس. تخيل بقينا جيران. جود نايت. جود نايت. ياسر
بارك الله. ده بيشرب اللبن. باين عليه هيتعبني. معقول يتعب أوليفيا؟ الحقيقة قبل ما ينام. أنا آسفة مستر شوكت، أزعجتك. لا ابدا مفيش حاجه. خسارة. بص، الوردة وقعت واتكسرت، خايفة عليها تموت. يعني مش مشكله، نزرعها هنا هتعيش تاني بعد اذنك. ياه، ميرسي مستر شوكت. كده خلاص مش هتموت، هتعيش. حضرتك عندك خبرة. البرفان اللي انت حاطاه ريحته كويسه. ميرسي. معلش لازم انام. تصبح على خير. الراجل سرحان. من أول نظرة يا أوليفيا الراجل ده مش سهل، له نظرة غريبة. ازاي؟ أنا حاسة إنه حاسة إيه؟ خلي بالك أوليفيا، اوعي تضعفي. ما تخافيش عليا، بس هو فعلا يخوف.
Hello, Mark. Get ready. He is on his way. رشال بلغي أوليفيا كمان. هلو أوليفيا، شوكت خرجوا زمانه في الريستوران. صباح الخير. صباح الخير. اقدر اشاركك الفطار؟ يا ريت. كوفي بليز. نمت كويس؟ الحقيقة لا. ولا انا. لازم بتفكري في حاجة. فعلا. وانت كمان كنت بتفكر؟ تمام. في مين؟ في المدام والولاد. بتفكر في مراتك بعد اللي حصل بينا امبارح؟ هو ايه اللي حصل بينا يا مدام؟ انت زوج مثالي. يا ريت كل الرجاله في اخلاصك. الله يخليكي. ضروري المدام جميله جدا. انا نفسي اخلص الشغل هنا بسرعه وارجع، لانها وحشاني قوي هي والولاد. تصوري بنتي الصغيره طالعه شبه مامتها تمام. لما انت بتحبها قوي ما جبتهاش معاك ليه؟ يا ريت، بس المدارس والولاد. انا اسف مضطر امشي لاني عندي ميعاد مع مدير شركه اوفرسي. باي باي. الراجل ده يحير يا توماس. نظراته ليا امبارح كانت عكس اللي انا حسيت بيه النهارده الصبح. وبعدين كلامه على مراته. مفيش راجل عايز ست ويقول لها انا بحب مراتي. انت حسيتي انه هرب منك لما زودتيها معاه شويه؟ الحقيقه ايوه. كده يبقى فيه خطوره. احتمال قوي انه يكون ضابط مخابرات وهرب منك علشان ما يكشفش نفسه. لا ما اظنش. وفيها ايه؟ مش هنخسر حاجه. احنا لازم نلعب في المضمون. نحطه تحت الاختبار مره تانية. الو. ايوه دي علشانك. الو. فقدته المراقبه؟ طب بص، خليهم يستنوه قدام شركه اوفرسي، ولما تلاقوه بلغوني حالا. تعمل المراقبه في اشاره مرور. ايه دي المراقبه. الو. ايوه لقيتوه؟ طيب بلغوني كل تحركاته. هو رايح الاوتيل. طيب اوكي ماشي. راح الاوتيل؟ ايوه. كويس. Sorry, I forgot something. Please go back. Πρέπει να έχει μπει μέσα στο ξενοδοχείο. Ρασίλ έχει πάει για σένα. بقول لك ما وصلش اوضته لغايه دلوقتي. اوفر. Ψάξαμε όλο το ξενοδοχείο, δεν είναι πουθενά. Πάμε να φύγουμε. أنا اللي يهمني إني أتعرف أكتر على أوليفيا والمساعد بتاعها الزنجي آدم. اديني كل المعلومات اللي تعرفها عن الاثنين. هو أنا معلومات عن أوليفيا إن هي معلومات بسيطة جدا، لسبب بسيط لأن أنا أول مرة أشتغل معاهم.
انا كنت بشتغل في السفاره وكانت هي بتيجي هناك. كل اللي اعرفه عنها وكانوا بيقولوا عنها ان هي برتبه كبيره جدا في الموساد. هي في الظاهر بتشتغل مديره مكتب توماس، لكن هي في الحقيقه مسؤوليه كامله هي وتوماس عن جميع الاعمال اللي بتتم للموساد من خلال الشركه. شخصيتها قويه جدا وشرسه جدا. كل اللي اعرفه بعد كده بعد ما قابلتك ان هي مسؤوليه كامله عن قاعه الاجتماعات والاجتماعات السريه اللي بتتم فيها، وعن محاضر الجلسات اللي بتتم هناك. يعني الكمبيوتر اللي في مكتبها موجود فيه كل محاضر الجلسات السابقه؟ ايوه. ممكن تعمل لي كوبي من المعلومات اللي موجوده في الكمبيوتر ده؟ مش ممكن طبعا، مستحيل، لسببين. السبب الاولاني ان هي مش ممكن تسيب بابها مفتوح ابدا ومتركب اجهزه انذار حديثه للغايه. السبب الثاني ان الكمبيوتر متبرمج ومحدش يعرف الشفره السريه الا هي وبس. طب وادم؟ واوليفيا بصفتها هي المسؤوله عن الامن عينته واحد من اهم المسؤولين عن الامن وخاصه بالنسبه للكنترول. ده كل اللي تعرفه؟ ايوه. انا افتكرت حاجه مش عارف اذا كانت هي مهمه بالنسبه لك ولا لا. سي بركالون، من كام اسبوع انا كنت في جزيره بتغدى مع جماعه اصحابي، بعمل ويك اند بتاعي. شفت اوليفيا وهي بتتغدى مع الزنج ادم. امتى بالظبط؟ ده قبل ما اتنقل عندهم هناك في الشركه، وقبل اجتماعات قاده المخابرات ما تتنقل هناك. ساعتها واحنا في السفاره سمعنا هم لسه بيجهزوا قاعه الاجتماعات. والقعده بين اوليفيا وادم كان شكلها ايه؟ قعده عاديه جدا، بس انا حسيت ان اوليفيا مش عاوزه حد يشوفها وهي بتتغدى معاه. بعد ما خلصوا مشوا مع بعض؟ الحقيقه انا ما خدتش بالي، او بمعنى اصح ما لفتش نظري، والا كنت ركزت عليهم. يا ترى شافتك، قصدي يعني يومها شافتك وعرفت انك شفتها مع ادم؟ انا اتعمدت انها ما تشوفنيش، ومش عارف ليه عملت كده. يمكن حسيت ان مفيش تقارب يخلي اوليفيا تتغدى مع ادم ويقضوا مع بعض ويك اند في مكان زي ده. Όταν βλέπεις διαβάτες θα με σε έναν κόσμο γεμάτο ερημιά, να θυμάσαι πως τους μοιάζω και να κλαις καμιά φορά κάτι άλλο στη ζωή μου. Thank you. عموما العلاقة بين آدم وأوليفيا شكلها إيه؟ هي علاقة بين عبد لسيده، بتعامله كحيوان وبقسوة شديدة جدا. يقوم الاتنين يقضوا ويك اند ويتغدوا مع بعض. تفتكر ليه اتقابلوا؟ يعني ممكن يكونوا في مهمة عمل سري وده بيقتضي انهم يبقوا مع بعض. صح، هو ده التفسير الوحيد للي حصل. عايزك تبعت لي الرسالة دي بسرعة مع أول إرسال ليك بكرة. دي طويلة. أنا هبعتها مع مندوب البوسطة اللي مسافر الليلة، وبكرة يجيب لك الرد وهو جاي. عظيم. أنا عايز كمان 2 من رجالتك يراقبوا أوليفيا من بكرة الصبح، يكونوا موجودين في الفندق من بدري. ده غرض إيه؟ عشان أوليفيا لو ركبت مركب الجزر يتصلوا بيا ويبلغوني فورا. ولا اقول لك بلاش، انا لازم اكون معاهم عشان لو ركبت المركب اخد واحد من رجالتك واركب وراها. انت متوقع انها تروح الجزيره مع ادم؟
عندي احساس بالتوقع ده. وتوقعك ده بناء على ايه؟ لان بكره الويك اند بتاعها لازم اراقبها. اوليفيا مع ادم في مطعم في الجزيره، يبقى فيه سر ولازم اعرفه.